السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان والأخوات في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو غنتكلموا على استمارة الترشح لاجتياز مباراة توظيف الأطر النظام الأكاديمي الجوي للتربية والتكوين. هذه الاستمارة هي أكثر من داك الالتزام اللي كنديرو. هذه الاستمارة هذه فيها بزاف ديال المعلومات، يعني دوك المعلومات كاملين اللي كتسجلوهم عبر الموقع ديال توظيف بوان مين بوان غوف. هاد الاستمارة هادي كتأكد بها المعلومات ديالك وكتثني على المعلومات ديالك. أي معلومة خاطئة ولا شي حاجة درتيها وما درتيش واحد الدليل، ما عطيتيش واحد الدليل وحجة بأنك راك عندك هاد التجربة أو عندك هاد الشهادة أو عندك هاد الأمر هذا، فكتعتبر بأنك كما غادي نشوفوا في آخر الفيديو أنه كتوقع على الأقوال ديالك. فغنبداو بالاسم الشخصي. نبداو اولا المباراة المطلوبة للترشح، كل واحد وشنو كيدير، التخصص المطلوب، الأكاديمية اللي غادي تدفع ليها، ثم الاسم الشخصي بالفرنسية ولا بالعربية ولا ديرهم بزوج، اسم العائلة كذلك بالعربية والفرنسية، تاريخ ازدياد، مكان ازدياد، الحالة العائلية عازب أو متزوج أو أرمل، ثم رقم بطاقة الوطني للتعريف، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، العنوان الشخصي إلى غير ذلك. هذو المعلومات الشخصية. نبداو عاوتاني ندوزو للشهادات المحصل عليها من الأحدث إلى الأقدم. غنديرو شهادات أو الدبلوم، المؤسسة اللي عطاتها لك، المدينة، تاريخ الحصول على الشهادة والميزة. من بعد غندوزو للتكوين والتدريب. التكوين والتدريب فأي حاجة درتيها هنا فانت غادي يقدروا انهم يقولوا لك اعطينا شهاده على التدريب ديالك او التكوين ديالك. فغادي تلقاو هنا موضوع التكوين او التدريب، شحال درتي فيه، السنه اللي خديتي فيها ديك الشهاده او داك التكوين، المؤسسه اللي عطاتك داك الشهاده او درتي فيها داك التكوين، ثم المدينه. من بعد غادي ندوزو الورقه الثانيه اللي هي المؤهلات في مجال الاعلاميات. هنا كدير الامور اللي خاصك او اللي انت يعني متميز فيهم. معلومات مكتبيه، البرامج المعلوماتيه المستعمله، يعني الوورد ولا الاكسل ولا الى غير ذلك. وغدير فيها المستوى ديال التحكم ديالك فيها، واش جيد ولا متوسط ولا ضعيف، ثم برمجه البروغراماسيون، ثم اخر اذا كانت شي حاجه. ثم من بعد غندوزو للكفاءات اللغويه. الكفاءات اللغويه هنا داير لك واحد القالب، يعني مقروءه مكتوبه او منطوقه. انت ما عارفش راسك واش مزيان في الفرنسي، كتقراها مزيان ما كتقراهاش، كتكتبها مزيان ما كتكتبهاش. كذلك الامازيغيه كيركزوا عاوتاني على الامازيغيه، كضروري الامازيغيه والانجليزيه. ثم غندوزو لعناصر التحفيزيه للترشح والاجتياز. هنا ديك الرساله التحفيزيه اللي كانوا داروا داك العام، ها هما داروها في هاد الاستماره هذه ديال الترشح. يعني غدير الاسباب اللي خلاتك انك ترشح للمباراه، امكانيات والقدرات والمؤهلات والمعارف والمهارات والتجارب. ثم هنا غتعبر بوضوح عن الرغبه ديالك في الالتحاق بمهن او بالتربيه والتعليم. ثم غادي دير فعل اختيار المهنة، ثم دير هنا استعراض الأسباب الذاتية، ثم هنا جرد دوافع اختيار المهنة. يعني هنا إنسان غادي يحاول أنه ما يديرش بحال السؤال الأول، غادي يحاول يختلف، يعني يدير واحد الاختلاف ما بين السؤال الأول والثاني. ثم من بعد غنجو التعبير عن مستوى الاستعداد. يعني هنا غادي يشوفوك واش قادر انك يعني دير هاد المهنه هادي، او قادر انك تحمل المسؤوليه ديال هاد المهنه هادي او لا. ثم من بعد غنجيو للتوقيع. هاد التوقيع هذا فهو خطير خطير. قال لك هنا اشهد ان الموقع اسفل عن صحه المعلومات التي اوردتها في هذا المطبوع. يعني غادي توقع بالاسم ديالك على هاد المعلومات اللي درتي. هنا كيقول لك ملاحظه: يمكن للإدارة عند الاقتداء أن تطلب من المترشح الإدلاء بوثائق تؤكد صحة البيانات التي ضمتها في هذه الاستمارة. يعني الإدارة إذا بغات أنها تحيدك من لائحة، أو أنها تحمل لك، أو أي واحد في الإدارة، يعني أي واحد
في الأكاديمية أو في المديرية الإقليمية وبغى أنه يدخل شي واحد في بلاصتك، يقدر أنه يقول لك جيب شهادة دير هذا الأمر هذا أو دير هذه التجربة هذه، وأنت ما عندكش. أنت عندك ها تجربة، دوزتي واحد المدة ديال التكوين أو دوزتي واحد التجربة كدا هادي، يقول لك جيب هاد الشهادة وأنت ما عندكش. يقدر أنه ما ينجحك بسبب أنه باغي يدخل واحد آخر أو إلى غير ذلك. هنا خاص تكون الشفافية والوضوح في هذا الأمر هذا. ثم غنجو لائحة المديرية الإقليمية اللي كيرغب فيها المترشح أنه يخدم فيها أو يدوز فيها. فهنا غديرهم بالترتيب، يعني المديرية الإقليمية اللي باغي ترشح فيها، يعني مثلا جهة قناة السطات، يعني المديرية الإقليمية مثلا دير سيدي بنور، من بعد دير جديدة، من بعد على الأقل دير واحد 3، من بعد دير برشيد إلى غير ذلك. إذا هذه هي استمارة ديال الترشح، واللي فيها بعض الأمور اللي شوية يعني خاصك تكون ضابطها. إذا درتي شي معلومة خاصك خاصة الشهادات والتداريب والتكوينات. إذا درتي الشهادة ولا التكوين خاص يكون عندك واحد الدليل أو ديك كما كنقولوا شهادة تدريب أو شهادة تكوين. يقدروا في أي لحظة أنهم يقصوك بسبب هذا الأمر هذا. والسلام عليكم ورحمة الله.